الدم مقابل الذهب. بعد ما هوار قابل دراكولا قال له ايوه اقدر اديك الذهب اللي انت عايزه، بس بشرط. ايه هو الشرط؟ تجيب لي كل يوم بعد الغروب شخص وتاخد في المقابل ذهب. والشخص ده هتعمل فيه ايه؟ ملكش دعوة، يا تقبل وتاخد الذهب يا ترفض ودي هتكون نهايتك. خلاص هوافق. وافق هوار، والنقش اللي كان على الجلد بقى فيه زيه بالظبط على صدر هوار. روح دلوقت وما ترجعش غير ومعاك اللي طلبته منك. تاني يوم هوار راح ومعاه واحد صاحبه، دخل الكهف، سلم صاحبه لدراكولا وخد سلسلة فرعونية من الذهب. فرح هوار وجري باع السلسلة وخد الفلوس يعمل بيها اللي هو عايزه. فضل الحال على كده فترة طويلة، وهوار بقى معاه فلوس كتير بس ما بيعرفش ينام من تأنيب الضمير وأرواح الناس اللي بقت تطرده في كل مكان. هوار وصل لمرحلة الانهيار النفسي حرفيا. كوابيس مرعبة وأرواح الناس اللي كان سبب في موتهم، وصوت دراكولا اللي بيسمعه في كل مكان. هوار ما كانش عنده القدرة انه يقتل نفسه، بس قرر انه يشيل الوشم اللي على صدره، يمكن اللعنة دي تنتهي. هوار جاب سكينة وبدأ يقطع في جلده، ويقطع لحد ما شال الجلد اللي عليه الوشم. من كتر النزيف والألم هوار مات. مات هوار وهو ماسك سكينة في ايده، وفي ايده التانية جلده اللي عليه الوشم. وصلت الشرطة واتأكدوا انه انتحار، بس بعتوا الجثة والجلد للطب الشرعي عشان يكتب تقرير عن سبب الوفاة. الدكتور بعد ما شرح جثة هوار مسك الجلد عشان يطبقه مع الجثة، بس لقى الجلد بينزف دم. بعد شهر لقوا جثة الدكتور ميت في شقته بنفس الطريقة اللي مات بيها هوار، وجنبه ذهب كتير.